أهلا بكم مرة تانية في قناة الميكاترونيك. دي سلسلة تبسيط المكونات الإلكترونية، والنهاردة هنتكلم عن مكون مهم جدا وأساسي في دوائرنا الكهربائية، المقاومة. بس مش هنشرحها شرح تقليدي، لأ خالص. هنشرح إزاي قصتها بدأت وإزاي إحنا بنستخدمها، وهنتعرف عليها بشكل أكبر، وإزاي بنستخدمها وفين مكانها في حياتنا. في القرن التسعتاشر بعض العلماء كانوا بيدرسوا الكهرباء، وواحد منهم كان اسمه جورج أوم، كان بيحاول يدرس العلاقة ما بين التيار الكهربي والجهد الكهربي. وهو بيدرس العملية دي لقى إن هو في علاقة طردية ما بينهم، يعني كل ما عليت الجهد التيار علي، ولكن بشكل مختلف. في حاجة ثابتة مأثرة على العملية دي، وقال مجازة المقاومة، يعني في حاجة بتقاوم أو بتمانع التيار. وهنا بدأت فكرة المقاومة، ولما اكتشفها دي كانت بذرة قانون أوم، واللي عمله اللي هو بي بيساوي اي ار. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ اللي حصل بعد كده ان هم لقوا ان السلك ذات نفسه بيقاوم مرور التيار، بيقاوم مرور التيار. فهم قالوا احنا مش عايزين نعتمد على مقاومة السلك، احنا عايزين تحكم وعايزين شغل عالي. فهم قرروا وقالوا احنا هنعمل حاجة، الحاجة دي هتخلينا نتحكم في التيار بدماغنا. وعلى أساسه تمت أول عملية بناء مقاومة، وعمل أول مقاومة في الدوائر الكهربائية بتاعتنا. طب يعني برضو إيه المقاومة؟ المقاومة هي الكومبوننت ذات نفسها اللي بتحدد كمية التيار اللي هتمر في الدائرة. فيعني مثلا إحنا عندنا للداية عايزين نشغلها بشكل معين، فالليد دي لو وصلناها دايركت هتتحرق، لأن التيار اللي هيعدي فيها ضخم، ضخم جدا، يعني لأنه هيعتبر إن الليداية دي مجرد شورت سيركت. فهنا قررنا نحط المقاومة عشان تقلل التيار وتخلي الليداية تنور وتتحكم في مرور التيار بالشكل اللي احنا عايزينه. فكده بقى عندنا يعني كنترول أو تحكم أكتر على الدوائر الكهربائية بتاعتنا. دلوقتي بقى عندنا أنواع كتير من المقاومات الكهربائية، يعني عندنا مثلا المقاومة الثابتة، وعندنا برضو المقاومة المتغيرة اللي عن طريقها بتقدر تتحكم في مقدار التيار أو مقدار المقاومة اللي أنت عايزها، فتقلل وتزود التيار على حسب ما تحب، ودي اللي اسمها البوتنشيومتر. وعندنا المقاومة اللي هي حساسة للضوء، فمقاومة ضوئية من الآخر. دي على حسب كمية الضوء المقاومة بتاعتها بتزيد، يعني في ضوء الشمس المقاومة بتاعتها عالية جدا بتمنع مرور التيار، أو في وجود أي إضاءة يعني بتمنع مرور التيار. ولكن لو في الضلمة الكهرباء بتعدي عادي، وده اللي بيستخدموه مثلا في تطبيقات كتير زي إضاءة الشوارع والكلام ده. أول حاجة ظهرت من أنواع المقاومات، اللي هو لو متعرفش إن المقاومات مصنوعة من مواد يعني موجودة عندنا في الطبيعة، فكان أول مقاومة ظهرت هي المقاومة الكربونية، مصنوعة من مادة الكربون. بس بعد فترة لقوا إن هي مش قوية، الاعتمادية بتاعتها أقل، يعني هي ما تقدرش تستخدمها لفترات طويلة. فبعد كده حبوا يطوروا وعملوا المقاومات المعدنية، معمولة من معادن مقاومتها عالية لمرور التيار الكهربائي. يعني فدي كانت أقوى، تقدر دقتها أعلى، تقدر تتحكم بالظبط المقاومة كام، مش من رينج، يعني ما تقولش المقاومة 100 200 أوم، لأ 100 أوم. فاهم قصدي؟ وكمان عملوا المقاومات الحرارية اللي هي غير الضوئية اللي قلنا عليها. الحرارية دي بتبقى بتتأثر بدرجة الحرارة، فيعني كلما زودت درجة الحرارة اللي موجودة حواليها أو اللي هي موجودة فيها. وكمان في المقاومات الحرارية اللي بنستخدمها في سنسورات أو أنظمة اللي هي بتعرفنا درجة الحرارة، أو بنستخدمها عشان كل ما درجة الحرارة اللي هي موجودة فيها الكهرباء تقل عن طريق إن المقاومة زادت. وهكذا، يعني هي زي الضوئية ولكن بالحرارة مش بالضوء. طب وإيه اللي يخليك تختار مقاومة عن التانية؟ فأنت مثلا لو عندك نظام عايز تخلي المقاومة ثابتة، فكك بقى الكهرباء كام، التيار عامل ازاي،
انت مش حاطط في دماغك الموضوع ده كله وعايز التيار يفضل قصدي المقاومة تفضل ثابتة. فعن طريق ده انت تقدر يعني عن طريق المقاومة الثابتة تقدر تحقق المنظور ده. ولكن اذا كنت عايز تتحكم في الصوت مثلا يعني او في اي حاجة بتعلى او توطى بس على مزاجك انت وهي شغالة، تقدر تنفذ ده عن طريق المقاومة المتغيرة، ودي هتحقق لك اللي انت عايزه. ولكن انت مثلا زي ما قلنا قبل كده أنظمة اللي هي هنقول استشعار، ولكن هي مقاومة في الأول وفي الآخر، إنه النور يطفي بالنهار ويشتغل بالليل. فحلك هو المقاومة الحرارية. لو عايز المروحة تشتغل والدنيا حر بس وتطفي لما الدنيا تبقى يعني أكتر برودة، ده حلك برضو المقاومة الحرارية واللي بنسميها NTC أو BTC. وبالتالي لو بصيت في أي دايرة كهربية موجودة عندك أكيد بشكل أكيد هتلاقي مقاومة كهربائية، وده عشان يحميها ويتحكم في الكهرباء زي ما احنا حابين زي ما قلنا في أول الفيديو. وده كان أول فيديو في سلسلة تبسيط المكونات الإلكترونية. عارف إنه فيديو بسيط، ولكن المقاومة الكهربية مش هتخلى من أي دايرة. وعشان كده لو عايز تتعلم أكتر هنعمل فيديوهات الجاية هتكون عن المكثفات والترانزستورات ونتعلم أكتر. فلو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، ولو عايز تستنى الفيديوهات الجاية تفعل زر الجرس. وبس كده.